والثالث من الأذكار أن يكون حازما 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 في أذكار المناسبات العارضة، فإن هذه الأذكار أكثر الناس في غفلة عنها. إيش المناسبات؟ مناسبة دخولك المسجد وخروجك منه، مناسبة دخولك المنزل وخروجك منه، مناسبة بداية الطعام والفراغ منه، مناسبة دخول الحمام والخروج منه، مناسبة هبوب الريح وسماع الرعد، مناسبة إيش؟ مناسبة إيش؟ رؤية المبتلى بالمعصية، ما تراه المبتلى بعاهة في جسده، بفقد حاسة من حواسه، بمرض أقعده، بهرم أسلمه، ويتكرر عليك يوميا. المبتلى بالدعوة للفجور والفواحش والفتن والشر، احمد الله أن الله عافاك، فإنك إذا حمدت الله على عافيته ما تبتلى بهذه الفتنة اللي هو فيها. فمن رأى المبتلى وسأل الله العافية جعله الله في عصمة من هذه البلية، وأنت بحاجة لهذا. فأذكار المناسبات أكثر الناس عنها في غفلة. يدخل واحد البيت أو المسجد وهو الجوال بإذنه، والله ما خطر بباله هذا، يطلع وهو مشهور، الوقت الساعة تأخرت. أنت عبد الله، ما أنت عبد الدنيا. كن حازما، كن فطنا، اسأل الله الإعانة على ذكره وشكره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأعمل بوصيتك. تقوى وصيتك. يقول: اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، إليك أواها منيبا مخبتا. لا تنسى، لا تنسى، فإنك على خطر أن تتخطف